سلام الله عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. ونبداو الكلام بالصلاة والسلام على نبينا الهمام خير الأنام محمد بن عبد الله. كيف ما كنعرفوا جميع، القفطان المغربي هو زي تقليدي نسائي مغربي، وهو من أقدم الألبسة التقليدية في العالم كيخص المغاربة، وكيرجع الظهور ديالو للقرن الثاني عشر الميلادي خلال عهد الدولة الموحدية بالمغرب، وهو رمز للسلطان والنبالة والتراث والهوية وكذلك الأناقة، خاصة في الحفلات والمناسبات السعيدة بحال حفلات الزفاف والأعراس والحناء والختان والعقيقة. كيرجع ظهور القفطان كيف ما قلنا للقرن الثاني عشر الميلادي في عهد الدولة الموحدية المغربية، وكانوا سلاطين الدولة الموحدية كيبحثوا وبغاو يكون عندهم لباس مهيب وأنيق وكيليق بمكانة السلطان المغربي، وتصنع لهم هذا اللباس المغربي خصيصا لهم. وانطلق هذا اللباس من لباس قبائل مغربية ومزجوه مع منسوجات السفيفة والعقاد وغيرها اللي كانت كتصنع بمدينة فاس. ومدينة فاس كانت معروفة أنها هي المدينة الصناعية الأولى عالميا عام 600 هجرية الموافق ل 1203 ميلادية، وكانوا فيها معامل ومصانع لنسج الثياب. وكيقول ليون الإفريقي في الكتاب ديالو وصف إفريقيا عن مدينة فاس: يوجد بفاس 520 دارا للنساجين، وهي أبنية كثيرة ذات طبقات عديدة وقاعات فسيحة كقاعات القصور. القفطان المغربي كان في القرن الثاني عشر داكن اللون وبأكمام قصيرة، ولبسوا الرجال من فوقه قطعة سوداء أو داكنة اللون مصنوعة بالصوف، وكانت هذه القطعة كتسمى بالبرنوس. الجزء الأمامي ديالها كان أقصر من الجزء الخلفي باش يسهل عليهم المشي أو ركوب الخيل، وكان عنده قب أو غطاء للرأس. وارتداء الجلابة مع البرنوس كانت شائعة بزاف عند الرجال المغاربة، وكان من عادة أهل فاس يقدموا قفاطن مغربية مع جهاز العروس، يعني مع الدهاز، خلال العهد الوطاسي، وهادشي هذا مازال عادة عند بزاف ديال الأسر المغربية. وخلال العهد السعدي بالمغرب غادي تعرف هذا اللباس لأول مرة باسم المنصورية نسبة للسلطان المغربي المنصور الذهبي، اللي كانت صنعت ليه خصيصا بمدينة فاس قطعة من هذا اللباس وتنسبات لاسمه. وباش نتقربوا أكثر من الصورة ديال المنصورية، هي عبارة عن لباس مكون من جوج ديال القطع. كاينة قطعة سفلية وكتسمى بالدفينة، وهي عبارة عن قفطان مغربي الثوب ديالو كيكون شوية غليظ يعني سميك، والفوقية عبارة عن قفطان مغربي شفاف. وكيقول المؤرخ أحمد بن خالد الناصري في الكتاب ديالو الشهير الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: إن لباس المسمى بالمنصورية وهو لباس من الملف لم يكن مستعملا قبله، وهو أول من اخترعه وأضيف إليه فقيل المنصورية. وكيذكر المؤرخ إبراهيم حركات في لباس السلطان السعدي المنصور: اتخذ زيا خاصا أدخل فيه القفطان والمنصورية التي نسبت إليه، وهو أول من استعمل المنصورية في لباسه، وصار هذا الزي يتخذه بعده الملوك والفقهاء. أما القفطان المغربي النسائي ففي القرن السادس عشر كان مصنوع بشكل عام من الصوف اللي كيكون لون ديالو أزرق أو القماش الحريري، وكيكون مزيين بخيوط ذهبية. والقفطان كان في ذاك الوقت بلا أكمام وعنده أزرار ذهبية، وكان الحزام أولا اللي كنسميوه المضمة عبارة عن وشاح حريري غني باللآلئ، وكيكملوه بواحد الغطاء ذهبي طويل، وكيربطوه بحال الديل في الأجزاء ديالو الداخلية حتى كيوصل للأرض. القفطان المغربي النسائي في القرن السابع عشر كان لباس فضفاض ومصنوع من الصوف
أي لون وكيغطي الجسم كامل، وكان مفتوح من العنق وعنده طوق أو خط على مستوى الخصر، وكانوا الحواف ديال القفطان مطرزة بخيوط ذهبية، إضافة أنهم كيتبتوا القفطان بأحزمة واسعة مصنوعة من الحرير والذهب اللي كيحيط بمنطقة الخصر. وكان القفطان المغربي كيتلبس من طرف العروس في الزفاف المغربي. وفي القرن الثامن عشر رجع القفطان المغربي النسائي طويل ومفتوح من الجانب فقط، وبقى كيتغير الشكل ديالو حتى ولا لباس كيشبه المعطف بأكمام طويلة، وعادة ما كيكون مصنوع من الصوف أو القطيفة اللي هي المبرة أو القطن، وكيرافقوه بحزام كتلبسو المرأة المغربية. وقفاطين القرن التاسع عشر للمرأة المغربية رجعت موجودة بزاف الآن في المتاحف، والبعض منها موجود في متحف الوداية بالرباط، وشافوه الباحثين في شتنبر 1977. وكانت جميع هاد القفاطين مفتوحة في المقدمة، وكتجمع بالأزرار اللي هي العقاد والحلقات الصغيرة، وكانوا عندها شقوق جانبية، وكانت عندها الحزام اللي كيدور حول منطقة الخصر، وتصنع الحزام من الديباج اللي هو على شكل خيط من الفضة أو الذهب. وكانت المرأة المغربية كتلبس الشربيل اللي كان مصنوع من الجلد المخملي، واستخدمت النساء المغربيات الحجاب أو التام باش يغطيو الوجه ديالهم مع هاد القفطان التقليدي. في ظل الخلافات القائمة حول نسب القفطان المغربي للقفطان العثماني أو القفطان الجزائري، فلازم علينا نفسروا أن القفطان المغربي لا علاقة له بالقفطان الجزائري أو العثماني، وكل واحد فيهم عنده جمال ورونق خاص به، وكذلك عنده مميزات خاصة به. ومن ضمن الأمور اللي كتدل على أن المغاربة عندهم قفطان خاص بهم ما يلي: عام 1830 احتلت فرنسا مدينة الجزائر بعد انهيار الحكم العثماني، ونزحوا أكثر من 700 جزائري إلى المغرب، هربوا من بطش وأذى الفرنسيين. وأمر السلطان المغربي العلوي عبد الرحمن بن هشام ولي مدينة تطوان عبد الرحمن أشعاش يعطي لكل جزائري قفطان مغربي، وأمر بالإيواء ديالهم وإكرامهم وإدماجهم في المجتمع التطواني، خاصة أنذاك أن معظم اللاجئين الجزائريين كانوا دون حرفة. وردات الرسالة ديال السلطان للخادم ديالو بتطوان كما يلي: نأمر خادمنا القائد عبد الرحمن أشعاش أن يدفع لخيل أهل تطوان الواردين من حضرتنا قفطان ملف لكل واحد منهم. وكيأكد الكاتب إدريس بوهليلة في الكتاب ديالو الجزائريون في تطوان أن القفطان كان موجود في تطوان من العهد السعدي، أي من القرن السادس عشر. أما انتشار وشيوع القفطان في المجتمع المغربي فبدأ في عصر السعديين، ومع مرور الزمن ولا هاد اللباس كيشهد إقبال لا مزيد عليه من طرف النساء، ودخلوا عليه تجديدات وتحسينات في نوع الثوب والخياطة. وهكذا كان القفطان المغربي موجود كذلك في كل العصور من القرن الثاني عشر. القفطان المغربي خلال القرن العشرين انتشر بشكل كبير بين المغربيات بعدما كان خصيصا لأصحاب المال والجاه والنفوذ والسلطة، ومع اختراع الكاميرا التقطت العديد من الصور المغربيات بالقفطان المغربي من جميع أنحاء المملكة المغربية. وتميزات كل مدينة في المغرب بنوع من القفاطين.